حبايب قلبي طلبة جريد 4 أولياء الأمور الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع سيشن نمبر 16، هنشرح ليسون بعنوان Finding Perimeter. قبل ما نبدأ شرح الليسون بتاعنا، عايز كل اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل الإشعارات عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول. زمان وإحنا في جريد 3 عرفنا إن البريمتر بتاع أي شيب هو السم of all side lenses. يعني لو عندي شيب متكون من 5 sides بالشكل ده، عشان اجيب البريمتر بتاعه كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل سم لللينسز بتاعت الاول سايد. يعني لو ده 2 سنتيمتر وده 1 سنتيمتر وده 3 سنتيمتر وده كمان 3 سنتيمتر وده 2 سنتيمتر، عشان اجيب البريمتر كنت بقول ان البريمتر ايكوال 2 بلس 2 بلس 1 بلس 3 بلس 3، وبقول بعد كده equal كام سنتيمتر؟ 2 plus 2 equal 4 plus 1 equal 5 plus 3 equal 8 plus 3 equal 11، يبقى 11 سنتيمتر. وبعد كده بدأنا ندرس حاجة اسمها الكوادريلاترال شيبس. الكوادريلاترال هي الأشكال اللي بتتكون من 4 سايد. يعني زي ايه؟ زي البريمتر، زي الريكتانجل وزي السكوير. طب يا مستر، ايه اللي بيميز الريكتانجل وايه اللي بيميز السكوير؟ البروبرتيز بتاعت الريكتانجل كانت H2 opposite side are equal. يعني ايه؟ يعني عندي ريكتانجل كل 2 سايد قصاد بعض are equal in length. يعني لو الريكتانجل ده قدامي كده، ال L دي معناها لينس. لو كانت 5 سنتيمتر يبقى ال L اللي تحت برضه هي اللينس equal 5 سنتيمتر. طب والدبليو هي الويتس. الويتس دي 3 سنتيمتر، يبقى اللي قصادها كمان ب 3 سنتيمتر. طيب انا النهارده هاخد فورمولا، هاخد قانون، هاخد طريقه ثابته اجيب بيها البريمتر. طب ايه هي الفورمولا؟ البريمتر ايكوال لينس بلس ويتس بلس لينس بلس ويتس. يعني بعمل سم للاول سايد لينسز، لينس بلس ويتس بلس لينس بلس ويتس. وبعد كده بقى هاجي على اللينس اكتب النمبر اللي موجود. يعني كلمة ال دي هشيلها واحط مكانها ال 5، يبقى 5 بلس 3 equal 8 بلس 5 equal 13 بلس 3 equal 16. او الفورمولا الثانيه او القانون الثاني او الرول الثانيه ان 2 times length بلس 2 times width. يعني هنا 2 times 5 بلس 2 times 3. طب 2 times 5 بكام يا مستر؟ ب 10. و2 times 3 ب 6، يعني 10 بلس 6 برضه يطلع 16. طيب الفورمولا الثالثه او الرول الثالث هو 2 تايمز لينس بلس ويتس. يعني هاخد اللينس والويتس اعمل لهم بلس الاول، يبقى 5 بلس 3 ايكوال 8، وبعد كده اعمل لهم تايمز 2 يطلع برضو 16. ودي الفورمولا اللي انا هحفظها. البريمتر ده اختصار البريمتر بي ايكوال لينس بلس ويتس بلس لينس بلس ويتس. دي نمبر 1، فورمولا نمبر 1 او الرول الاولاني. وبعد كده B equal 2 times length plus 2 times W، ودي نمبر 2. ونمبر 3 هي 2 times length plus width. يبقى انا لازم اعرف دول كويس قوي واحفظهم. طب يا مستر المسألة هتجيلي ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض المسألة هتجيلي ازاي، بس اهم حاجة نعرف ان ال L وال W الاتنين دول بيتغيروا. كل مسألة بشوف ال L بكام وبكتبها، وكل مسألة هشوف ال W بكام وهكتبها. الشيب نمبر 2 معانا النهارده، وهو برضه شيب مهم جدا، هو السكوير. طب يا مستر السكوير ده كوادريلاترال، يعني بيتكون من 4 سايد. طب يا مستر اهم حاجه بتميز السكوير، البروبرتي بتاعت السكوير ان الفور سايد ار ايكوال. يعني ايه؟ يعني السايدز كلها قد بعض وبسميها اس. طب يا مستر لو كان السايد اللي فوق ده ب 3 سنتيمتر، يبقى ده كمان ب 3 سنتيمتر، وده كمان ب 3 سنتيمتر، وده كمان ب 3 سنتيمتر. طب يا مستر الفورمولا العامة اللي بجيب منها البريمتر بتاع اي شيب في الدنيا هي ان انا بعمل ايه؟ السم اوف اول سايد لينسز. يعني سايد بلس سايد بلس سايد بلس سايد. يعني البي ايكوال اس بلس اس بلس اس بلس اس. يعني 3 بلس 3 بلس 3 بلس 3 ايكوال 12. يعني هنا هشيل السايد واكتب مكانه 3 بالشكل ده، يبقى الايكوال 12. او ان الحاجه ال 3 السايد ده اتكرر كام مره؟ اتكرر 4 تايمز، يبقى 4 تايمز اس. يبقى البريمتر ليه 2 رول او 2 فورمولا.
B equal S plus S plus S plus S او B equal 4 times S. يبقى اهم حاجة عندي ان انا احدد الشيب بتاعي هو ريكتانجل الاول ولا سكوير. بعد ما احدد اذا كان الشيب ريكتانجل يبقى هستخدم فورمولا من الثري اللي فوق اللي هي B equal length plus width plus length plus width او B equal 2 times length plus 2 times width او B equal 2 times length plus width. طب لو طلع سكوير يبقى هرجع هنا بقى اشتغل يا اما B equal S plus S plus S plus S او 4 times S. طب نبدأ نشوف مع بعض كده بعض المسائل البسيطة وهنشوف هتتحل مع بعض ازاي. هنا بيقول لي find the perimeter for each of the following shape. بص يا مستر هنا الفور سايد ار ايكوال يبقى ده اسمه سكوير. طيب يبقى كده الاس هي قد ايه؟ الاس هي 4 سنتيمتر. طب يا مستر عشان اجيب البريمتر، البريمتر انا عارف ان هي 4 تايمز اس، يعني 4 تايمز 4 4 تايمز 4 ايكوال 16 سنتيمتر. طب يا مستر الشيب ده هنا برضو الفور سايد ار ايكوال يبقى الاس هنا ب 6 سنتيمتر والشيب ده اسمه سكوير. يبقى البريمتر عبارة عن 4 تايمز اس، يعني 4 تايمز 6 ايكوال 24 سنتيمتر. طب يا مستر الشيب هنا في لتر سي هو عبارة عن ريكتانجل. ليه ريكتانجل يا مستر؟ عشان H2 opposite side are equal، كل 2 side قصاد بعض قد بعض. يبقى عندي هنا حاجة اسمها لينس اللي هي ب 5 سنتيمتر وحاجة اسمها ويتس اللي هي الدبليو ب 3 سنتيمتر. طب استخدم انه فورمولا اللي تعجبك بقى. هنكتب ان البي ايكوال 2 تايمز افتح براكت لينس بلس ويتس. طب يا مستر يبقى هنشيل اللينس ونحط مكانها 5 يبقى 2 تايمز، هشيل اللينس واحط مكانها 5 بلس واشيل الويتس واحط مكانها 3 واعمل البلس الاول وبعد كده اعمل له تايمز 2. طيب يبقى دي 2 زي ما هي، 5 بلس 3 ايكوال 8 يعني ايكوال 16 سنتيمتر. طب يا مستر ده برضو ريكتانجل بس هنا المره دي اللينس ايكوال 6 سنتيمتر وهنا الويتس ايكوال 2 سنتيمتر. هنستخدم نفس الفورمولا او نستخدم فورمولا تانية اللي تعجبك، الرول اللي يعجبك استخدمه. البي ايكوال 2 تايمز لينس بلس 2 تايمز ويتس. انا استخدمت واحده تانية. طب يا مستر يعني 2 تايمز 6 هشيل اللينس واحط مكانها 6 بلس 2 تايمز ويتس اللي هي 2. طب 2 تايمز 6 ايكوال 12 بلس 2 تايمز 2 ايكوال 4 يعني 12 بلس 4 ايكوال 16 سنتيمتر. هنا بيقول لي يو ذا فورمولا بي equal length plus width plus length plus width. هو هنا محدد لي الفورمولا اللي انا هشتغل بيها calculate the perimeter of each of the following. طب يا مستر هنا ده rectangle اللينث عندي ب 5 يبقى ده ال وده الدبليو. دلوقتي هستخدم الفورمولا اللي هو كاتبها دي يبقى 5 بلس 2 بلس 5 بلس 2. طيب 5 بلس 5 equal 10 و2 بلس 2 equal 14. 4 يبقى كله 14. وناخد بالنا من حاجة مهمة ان اليونت هنا بالمتر يبقى هكتب ام. طيب هنا عندي ده ريكتانجل، هنا ده اسمه ال وده هو الدبليو. طب يا مستر الفورمولا بتقول لي لينس بلس دبليو بلس لينس بلس ويتس. طب يا مستر يعني 12 بلس 9 بلس 12 بلس 9. طيب 12 بلس 9 equal 21 و 12 بلس 9 equal 21. 21 بلس 21 equal 42. 42 ابص على اليونت هلاقيها سنتيمتر يبقى اكتب هنا سنتيمتر. البريمتر هنا 17 بلس 4 بلس 17 بلس 4. طيب يا مستر 4 بلس 17 equal 21 و4 بلس 17 equal 21. 21 بلس 21 equal برضو 42 سنتيمتر لأن اليونت هنا بالسنتيمتر. هنا بقى عايز الفورمولا 2 تايمز L بلس 2 تايمز W. طب هنا ده ال L وده ال W يا مستر يبقى 2 تايمز 7 بلس 2 تايمز 10. 2 تايمز 7 equal 14 بلس 2 تايمز 10 equal 20
يعني 14 بلس 20 14 بلس 20 equal 34. واخد بالي بقى هنا اليونت بالمتر يبقى هكتب هنا متر. طب يا مستر هنا اليونت مليمتر يبقى 2 times 15 plus 2 times 9. 2 times 15 equal 30 plus 2 times 9 equal 18 و 30 plus 18 equal 48 مليمتر زي اليونت بالظبط. لتر سي عندي اللينث ب 25 كيلومتر والويتس ب 12 كيلومتر. طيب يا مستر هو 2 تايمز اللينث يعني 25 بلس 2 تايمز الويتس اللي هو 12. 2 تايمز 25 equal 50 بلس 2 تايمز 12 equal 24 واعمل البلس يبقى 74 كيلومتر. ناخد بالنا من اليونت اهم حاجة. هنا بيقول لي بقى الفورمولا اللي هي B equal 2 times length plus width عشان اجيب البريمتر لكل الشيبس اللي قدامي دي. اول ريكتانجل عندي اللينث ب 24 والويتس ب 6 وناخد بالنا عشان اليونت هنا بالمتر يبقى هكتب الطول الاول وبعدين اعمل تايمز وافتح براكت 24 بلس 6 واحل جوه البراكت الاول 24 بلس 6 ايكوال 30 يعني 2 تايمز 30 ايكوال 60 وهنا اليونت بالمتر يبقى هكتب متر. طيب هنا يا مستر ادي 2 تايمز لينس بلس ويتس يعني 13 بلس 17. طيب 13 بلس 17 ايكوال برضه 30 يبقى 2 تايمز 30 ايكوال 60 بس المرة دي اليونت بتاعتي هي مليمتر. هنا عايز البريمتر ناخد بالنا ان اليونت هنا بالدي سي متر. طيب يبقى اكتب 2 تايمز اللينس عندي 45 بلس الويتس عندي ب 20. طيب 45 بلس 20 5 بلس 0 equal 5 و4 بلس 2 equal 6 وادي تايمز 2. طب يا مستر احل دي ازاي؟ احطهم تحت بعض بقى يا حبايبي 65 تايمز 2. 2 تايمز 5 equal 10 0 هكاري اب 1 احطه هنا 2 تايمز 6 equal 12 بلس 1 equal 13. طب يا مستر انا مش عارف احل بالطريقة اللي انت حليتها دي. طب احلها ازاي؟ فاكر يا حبيبي لما قلت لك 2 تايمز 65 باخد ال 65 بقسمها ل 60 بلس 5 وبعدين بقول 2 تايمز 60 لوحدها و2 بلس 2 تايمز 5 يعني 2 تايمز 60 بلس 2 تايمز 5. طب 2 تايمز 60 باخد ال 2 تايمز 6 equal 12 وبحط الزيرو بنقله بلس 2 تايمز 5 equal 10. بعد كده بعمل البلس تطلع 130 نفس الإجابة اللي طلعتها من فوق يبقى 130 وهنا اليونت بالدي سي متر يبقى هكتب دي سي متر. هنا بيقول لي يوز الفورمولا بتاعت البريمتر ايكوال 4 تايمز اس يعني الشيب اللي قدامي ده هو سكوير. هنا السايد لينس الاس بتاعي ب 8 كيلو متر يبقى 4 تايمز 8 4 تايمز 8 ايكوال 32 كيلو متر. طيب هنا الاس بتاعتي 4 يبقى 4 تايمز 4 ايكوال 16 وهنا اليونت بتاعتي بالمتر. هنا السايد لينس الاس ب 16 يبقى 16 تايمز 4 ايكوال برضه يا مستر 16 تايمز 4 دي معرفهاش يبقى 4 تايمز 16. احلها ازاي؟ او اقسم ال 16 ل 10 بلس 6 وبعدين اقول ان ال 4 تايمز ال 10 بلس 4 تايمز 6. طيب 4 تايمز 10 equal 40 بلس 4 تايمز 6 equal 24 واعمل بلس يبقى 64 يبقى الاجابه هنا 64 واشوف اليونت هنا بالسنتيمتر اكتبها. نمبر 5 بيقول لي calculate the perimeter of each of the shapes that follow. Use two different formulas to find أو to solve each problem. دلوقتي عايز يستخدم الفورمولا عشان يجيب البريمتر ده. هبص على الشيب ده هلاقيه ريكتانجل. هنا السايد ده ب 2 يبقى ده الويتس والسايد ده ب 3 يبقى ده اللينس. طب أول فورمولا هشتغل بيها 2 تايمز لينس بلس 2 تايمز ويتس. طب يا مستر 2 تايمز 3 يعني 2 تايمز 3 بلس 2 تايمز 2
يبقى equal كام؟ 2 times 3 equal 6 plus 4 equal 10. واخد بالي ان اليونت هنا متر. طب السكند فورمولا هقول ان هي 2 times length plus width، وبعد كده اسيب ال 2 بره واكتب اللينس بلس الويتس، يعني 2 بلس 3 equal 5. 5 times 2 equal 10 متر. التو فورمولا طلعوا لي نفس الريزلت. هنا ده سكوير، هستخدم تو فورمولا. ليه عرفت ان مستر ان هو سكوير؟ عشان السايد لينس الفور ار ايكوال. هنا ده اسمه اس وده اسمه اس وده اسمه اس وده اسمه اس. يبقى اول فورمولا هي 4 تايمز اس، يعني 4 تايمز 9 equal 36. تاني فورمولا هي اس بلس اس بلس اس بلس اس، يعني يا مستر 9 بلس 9 بلس 9 بلس 9 تطلع برضو 36. بس ناخد بالنا هنا اليونت بالسنتيمتر، يبقى لازم اكتب هنا سنتيمتر واكتب هنا سنتيمتر. يا حبايبي في لتر سي نبص على الشيب اللي مرسوم قدامي، هلاقي الفور سايد ار ايكوال، يبقى ده اسمه سكوير. اهم حاجه احدد الشيب هو ايه، يبقى كل سايد منهم اسمه اس. طب الفورمولا الاولى هي بتاعه البريمتر هي 4 تايمز اس، يعني 4 تايمز، هشيل الاس بقى واكتب مكانها 27. طب يا مستر 4 تايمز 27 دي صعبه قوي عليا. لا يا حبايبي مش صعبه والله. 4 تايمز 27 كل اللي بعمله بقول ان ال 27 دي عباره عن 20 بلس 7، وبعد كده باخد الفور مرة اعمل لها تايمز لل 20، يبقى 4 تايمز 20 بلس 4 تايمز 7. طب 4 تايمز 20 اخد ال 4 تايمز لل 2 ايكوال 8، وبعدين انقل الزيرو تبقى 80 بلس 4 تايمز 7 ايكوال 28، واعمل بقى بلس عادي خالص. 0 بلس 8 ايكوال 8 و2 بلس 8 ايكوال 10، يعني 108. يبقى ايكوال 108. ناخد بالي من اليونت ان هي بسنتيمتر. طيب تاني فورمولا هي اس بلس اس بلس اس بلس اس، يعني 27 بلس 27 بلس 27 بلس 27 تطلع برضو ب 108 سنتيمتر. انت بقى اعمل البلس براحتك بقى، حطهم تحت بعض واعمل لهم بلس، هيطلع برضو 108 سنتيمتر. طب يا مستر الشيب لتر دي ده ريكتانجل، عرفت منين يا مستر ان هو ريكتانجل؟ لقيت هنا H2 opposite side are equal، كل 2 سايد قصاد بعض قد بعض. طيب الفيرست فورمولا بتاعتي هقول ان هي 2 تايمز L بلس 2 تايمز W. طب يا مستر 2 تايمز L، ال L هنا ب 50 والW هنا ب 30، يبقى هشيل ال L واحط مكانها 50، يعني 2 تايمز 50 equal 100 بلس 2 تايمز 30 equal ب 60، يبقى 160. طب يا مستر اهم حاجه اليونت هنا مليمتر. طب السكند فورمولا هي 2 تايمز وافتح براكت L بلس W. طب يا مستر L بلس W يعني 30 بلس 50، الاتنين ب 80، يعني 2 تايمز 80. 2 تايمز 8 equal 16، وانقل الزيرو يبقى 160 مليمتر. هنا في لتر اي الشيب بتاعي برضو ريكتانجل. طيب يا مستر اول فورمولا هي 2 تايمز لينس بلس 2 تايمز دبليو. 2 تايمز اللينس عندي ب 67، يبقى هشيل ال واكتب 67 وهشيل الدبليو واكتب 21، يبقى 2 تايمز 67 بلس 2 تايمز 21. يا مستر ولا 2 تايمز 67 هعرف اعملها ولا 2 تايمز 21؟ لا يا حبايبي هنعرف 2 تايمز 67 دي هقول ان هي 60 بلس 7 اهو، وبعدين اعمل ايه distribution. 2 تايمز 60 مره، 2 تايمز 60 بلس 2 تايمز 7. 2 تايمز 60، 2 تايمز 6 equal 12 والزيرو هنقله يعني 120، و2 تايمز 7 equal 14، واعمل لهم بلس 4 بلس 0 equal 4، 1 بلس 2 equal 3، و1 بلس 0 equal 1 يبقى 134، يبقى هكتب هنا 134 بلس ال 21 دي سهلة ممكن نعملها في دماغنا. 2 تايمز 20 equal 40، و2 تايمز 1 equal 2، يبقى 40 بلس 2 equal 42، وبعد كده اعمل البلس. 2 بلس 4 equal 6، و4 بلس 3 equal 7،
وبعد كده ال 1 بلس ال 0 equal 1 يبقى 176 متر. طب السكند فورمولا هي 2 تايمز لينس بلس ويتس. طب يا مستر اللينس بلس الويتس هجيبه الاول ال 2 تايمز، هنا في علامة تايمز يا حبايبي محدش ينساها، نمسح تاني ونكتبها كويس 2 تايمز ونفتح براكت لينس بلس ويتس يعني 21 بلس 67. طب 21 بلس 67، 7 بلس 1 equal 8 و6 بلس 2 equal 8 يبقى 2 times 88. وبرضه هاخدها على جنب كده اقول ان هي 2 times 80 بلس 8 وهاخد 2 times 80 و 2 times 8 يبقى 2 times 80 بلس 2 times 8. 2 times 80 ب 160 بلس 2 times 8 equal 16. طب نعمل بلس 6 بلس 0 equal 0 equal 6 وبعد كده 1 بلس 6 equal 7 و1 في ال 100 بليس بلس 0 equal 1 يبقى 176. برضو اخد بالي من اليونت ان هي متر. طب الشيب ده بقى اللي قدامي ده سكوير، ليه سكوير؟ يعني الفور سايد ار ايكوال. طب يا مستر يبقى ده الاس، يبقى 4 تايمز اس دي اول فورمولا يعني 4 تايمز 33. طيب يا مستر اخد ال 4 تايمز 33 هي 30 بلس 3. الاول اقول 4 تايمز 30 بلس 4 تايمز 3 عملت ديستريبيوشن وزعت. طيب بعد كده 4 تايمز 30 دي 4 تايمز 3 ايكوال 12 1 الى 0 يبقى 120 4 تايمز 3 ايكوال 12 يبقى 132 يبقى هكتب هنا 132. ابص بقى على اليونت هلاقيها مليمتر. بعد كده ابدا اعمل الفورمولا الثانيه اللي هي اس بلس اس بلس اس بلس اس. طيب يا حبايبي يعني هاخد ال 33 اعمل لها بلس لنفسها كم مره؟ 4 تايمز وبعدين اعمل البلس احطهم تحت بعض واعمل لهم بلس برضه هتطلع 132 ملي متر. هنا في مساله الكومبليت بيقول لي البريمتر بتاع الريكتانجل ايكوال لينس بلس ويتس وحاططهم بين براكت تايمز طبعا 2. هنا بيقول لي ريكتانجل اللينس بتاعي اسمه ال والويتس بتاعي اسمه دبليو يبقى البريمتر بتاعه اسمه ايه. الرول بقى اللي هو 2 تايمز لينث بلس ويتس، مش هو ايه ان اللينس بال والويتس بدبليو، او ممكن اقول 2 تايمز لينس بلس 2 تايمز ويتس. طب هنا السايد لينس بتاع السكوير ايكوال اس، البريمتر بقى بتاعي هيبقى ايه؟ 4 تايمز السايد لينس اللي هو اس. البريمتر اوف ريكتانجل عايز بريمتر بتاع ريكتانجل اللينس بتاعه ده ال ب 7 سنتيمتر والويتس بتاعه ده الدبليو ب 5 سنتيمتر. طب يا مستر عايز اجيب على طول البريمتر في دماغي، انا عارف الرول وحافظه، يبقى هاخد اللينس بلس الويتس ايكوال 12 واعمل لهم تايمز 2 يبقى 24. لتر اي بيقول لي سكوير السايد لينس بتاعه ب 3. طب ما انا عارف ان الفورمولا بتاعت البريمتر للسكوير هي 4 تايمز اس يعني 4 تايمز 3 يبقى ايكوال 12. طب هنا يا مستر كاربت ان ذا شيب اوف سكوير الشكل بتاعي هو سكوير السايد لينس بتاعه ب 3 متر يبقى البريمتر بكام؟ يبقى السايد ده اللي هو اس بدل الاس ب 3 متر يبقى البريمتر ايكوال 4 تايمز 3 يعني 12 متر. برضه ريكتانجل جيمينيزيوم is 7 متر لونج 7 متر لونج يعني ده ال و4 متر وايد يعني ده الدبليو. عايز البريمتر. طب يا مستر البريمتر equal 2 times ال بلس W 2 times ال عندي ب 7 بلس ال W بكام؟ ب 4 يعني 2 times 7 بلس 4 equal 11 يعني 22 متر. نمبر 8 بيقول لي find the perimeter of a rectangle. هو هنا قايل لي ان الشيب بتاعي ريكتانجل اللينث بتاعي ب 8 سنتيمتر والويتس ب 6 سنتيمتر. يبقى عشان اجيب البريمتر هشتغل على الرول اللي هي 2 تايمز ال بلس 2 تايمز دبليو.
طب يا مستر 2 تايمز ال يعني 2 تايمز 8 بلس 2 تايمز دبليو يعني 2 تايمز 6. طيب 2 تايمز 8 equal 16 بلس 2 تايمز 6 equal 12، يبقى equal 2 بلس 6 equal 8، 1 بلس 1 equal 2 يعني 28. وابص على اليونت هلاقيها بالسنتيمتر. طيب يا مستر find the perimeter of a rectangle whose length is 16 سنتيمتر. يبقى اللينس بتاعي ب 16 والويتس ب 14 سنتيمتر. يا مستر البريمتر انا عارف الفورمولا هي 2 تايمز لينس بلس ويتس، يعني equal 2 تايمز 16 بلس 14. واعمل البلس الاول، 16 بلس 14 4 بلس 6 equal 10، 0 هكاري اب 1، 1 بلس 1 equal 2 بلس 1 equal 3. يبقى 2 تايمز 30 equal 60 سنتيمتر. كده يا حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم على خير في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.